تجري تلاقي ابنك شد كوباية الشاي السخنة أو مية بتغلي على نفسه. اللحظة دي تصرفك في أول 5 دقايق هو اللي هيحدد الحرق ده هيسيب أثر وتشوه ولا هيعدي بسلام. أنا دكتور مصطفى العطار، ودي حلقة جديدة من طوارئ منتصف الليل. والنهاردة هنتكلم عن حروق الأطفال، إزاي ننقذ الموقف، وإيه الكوارث اللي بنعملها بتدمر الجلد أكتر. هو الرد فعل للأسف عند أغلبنا بيكون كارثي، نجري نجيب معجون أسنان أو دقيق أو بن أو حتى نحط تلج مباشر على الحرق. أرجوكم وقفوا العادات دي. الحاجات دي بتحبس الحرارة جوه الجلد، تعمل تلوث، بيصعب علاج الحرق جدا. التلج بالذات بيعمل حرق تلجي فوق الحرق الأساسي وبيدمر الأنسجة. تصرف الطب السليم والمنقذ في 3 خطوات بس. رقم 1، شيل أي هدوم من على مكان الحرق فورا فورا، لكن لو الهدوم لازقة في الجلد المحروق سيبها واوعى تشدها عشان ما تسلخش الجلد معاها. رقم 2، حط المكان المحروق تحت مية جارية من الحنفية العادية، مش مية ساقعة من الثلاجة، لمدة 10 ل 15 دقيقة كاملين. المية الجارية بتسحب الحرارة وبتوقف امتداد الحرق لطبقات أعمق. رقم 3، غطي الحرق. غطي الحرق بشاش فازلين أو قماشة قطن نظيفة جدا، وادي لطفلك خافض حرارة مسكن للألم عشان يهدى من الصدمة. طيب امتى ما نستناش وننزل بطفلنا فورا على طوارئ المستشفى؟ لو الحرق في الوش أو الإيدين أو المفاصل أو منطقة الحفاض، أو لو الحرق مساحته كبيرة. وأخيرا لو ظهرت فقاقيع مية على الجلد، لأن ده حرق من الدرجة الثانية ومحتاج تعقيم طبي، إياك تحاول تفرقع الفقاقيع دي بنفسك. الوقاية دايما خير من العلاج. المطبخ منطقة خطر، بلاش مفارش على الترابيزات، الطفل ممكن يشدها. ودايما خلوا ايدين الحلل والأواني على البوتاجاز ملفوفة لجوه مش لبره. اعملوا شير للفيديو ده علشان تنقذوا أطفال تانية وتصححوا معلومات غلط في كل بيت. اشتركوا في القناة لحلقات أكتر، وربنا يحفظ أولادكم.